ازيكم؟ النهارده هنعمل طاجن، يعني مش عارفه اقول عليه ايه بصراحه. لذيذ جدا جدا جدا، طاجن كده بمزاج. مكرونه طبعا معاها صوص بشاميل، بس مش باللحمه المفرومه ومش بالفراخ. هنعملها بايه بقى؟ هنعملها بالسجق. حاجه شرقي على حاجه غربي. تعالوا بقى نشوف ركبنا الميكس ده ازاي. زي ما انتم شايفين مكرونه جوسي جدا جدا. ناس تتريق على جوسي يعني. آم، فيها صوص كده، حاجة مغرقانة بالصوص. تمام. انا بفضل المكرونة تبقى كده، اللي مش حاببها كده بيسيبها وقت اطول جوه الفرن. ماشي. اللي بيحبها كده ويستمتع بيها كده، مش بنسيبها وقت طويل في الفرن. فاستمتعوا معايا بالشكل عشان مش هينفع اقول لكم بالريحة ولا بالطعم. استمتعوا بالشكل وقوموا بسرعة جربوها. وعلى فكرة كمان اقتصادية، مش تكلفتها مش عالية قوي. لا بالعكس، تكلفتها بسيطة خالص، لان انا مستخدمة ربع كيلو سجق فقط لا غير. ربع كيلو بس. ده ربع كيلو من السجق قطعته وهو جامد علشان ما يتفرولش مني. تمام. عندي بصل، فلفل الوان، طماطم. كل ده بقطعه كده بالطول زي الشاورما. تمام. بالطول كده. ماشي. ماشي. كل الحاجات، كل الخضار هنقطعه بنفس الشكل ده. حابين تزودوا الكميات طبعا براحتنا. انا هقول على الكمية اللي انا عملتها. دي صينية بتكفي تقريبا، تحطوها كده تكفي 3 اشخاص او 4 اشخاص يعني. تمام. تمام. طيب اللي حابب يضاعف هنضاعف كل الكمية. كل كمية هنضاعف، ممكن الحشو زي ما هو، بس بنزود في المكرونة وبنزود في الصوص البشاميل. اول حاجه بجيب الطاسه بتاعتي اللي تعبت معايا دي، وبسخنها كويس قوي، وبنزل بشويه من الزيت صغيرين، وبنزل بالسجق لان هو بينزل دهون زي ما انتم شايفين. تمام تمام. وبعدين بنزل بالخضار اللي انا قطعته، اللي هو فلفل الوان وبصل وطماطم. ماشي. بحط رشه من الملح والفلفل الاسود. مش بزود كتير عليهم عشان يعني ايه، يبقى فيه كده الخضار يبقى فيه طعم لسه موجود يعني. بشاميل عادي خالص. سمنه. دقيق. معلقه كبيره من السمنه. معلقتين من الدقيق، وبقلب كويس جدا جدا جدا، وبعدين بنزل باللبن. ده كيلو الا ربع من اللبن الحليب، يكون دسمه كويس عشان المكرونه تطلع طعمها حلو. ماشي. ماشي. هنا عندي مرقه اللحمه، حطيتها بما ان هو سجق يعني. حطيت معاه وكانت حلوه جدا، هعمل لكم عنها ريفيو قريب جدا. هنا عندي مكرونه في ميه طبعا بتتسلق. مش بطول على المكرونه كتير يا جماعه طالما هندخلها الفرن، علشان ما تعجنش. مش بنطول عليها 3 دقايق بالظبط. بجيب بقى الطاجن بتاعي او الصينيه بتاعتي، واقلب كل الميكس مع بعضه، مش طبقات بقى، مش لازم الحركه دي يعني، هو كله مع بعضه كده. ماشي. المكرونه مع السجق، وبالمناسبه ده كان كيس مكرونه حجمه 300 جرام على ربع كيلو من السجق. زي ما انتم شايفين الحشوه كانت متناسقه جدا. والبشاميل زي ما قلت لكم بالظبط، العيار بتاعه كان معلقه من السمنه، معلقتين من الدقيق، كيلو الا ربع من اللبن. ماشي. ماشي. طبعا كان نفسي الاقي عندي بقى جبنه رومي بالذات، لان كانت هتبقى خطيره معاها مع السجق يعني بالذات. بس ما كانش عندي للاسف، وحطيت على الوش قشطه. القشطه بتاعت وش اللبن دي حطيتها على الوش. كانت بيرفكت بصراحه، كانت حلوه جدا جدا جدا. جربوا الوصفه دي، تعجبكم قوي قوي قوي. يا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو ده بقى بليز اعملوا له لايك وشير، وكمان اعملوا سبسكرايب لاول مره يشوفني. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. يا رب تجربوها وتعجبكم، وابعتولي وقولولي ان هي عجبتكم. وبس. باي باي.